نتكلم عن مجموعة من الأخبار اللطيفة. محمد صبحي حارس الزمالك ولا أليسون بيكر حارس ليفربول؟ أيهما أفضل؟ عقوبات الترجي بسبب المنشطات. تصريحات الشناوي في جنوب أفريقيا. مجموعة من لاعبي الزمالك مش هيلعبوا ماتش إنبي. أول حاجة النهاردة هتكلم عليها هو محمد صبحي في الهدف الثالث لسيف الجزيري في مرمى الترجي التونسي. لو أخدتوا بالكم محمد صبحي في عز ما الزمالك مضغوط وفيه هجوم شرس جدا من نادي الترجي على مرمى الزمالك، لو حارس مرمى عادي، مش هقول بقى عواد او غيره، لو حارس مرمى عادي من النوع اللي هو بيخاف وجبان، كان هيعمل ايه؟ هياخد الكوره ويقع على الارض ويقعد يخبط في اللعيبه بتاعت الترجي عشان ياخد فاول. ده فكر الحارس المرمى العادي. لكن حارس المرمى المتطور، حارس المرمى اللي عارف ان هو ممكن يعمل هجمه مرتده تخلص الماتش، حارس المرمى الواعد، حارس المرمى اللي عينيه باصه في الملعب كله، هيعمل زي اللي عمله محمد صبحي، اللي هو بص الكره سريعا لزيزو عشان يعمل هجمه مرتده ويرفعها على راس جزيري والجون الثالث والماتش يخلص. الماتش خلص بعد الجون الثالث ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بأليسون حارس ليفربول لما بيعمل الكور دي على طول محمد صلاح. فانا مبسوط من العقليه بتاعه محمد صبحي. العقليه ديت تنجح نادي، تنجح فريق، تطور فريق. نتمنى ان محمد صبحي يستمر على المستوى ده في الملعب وفي الفكر كمان. في برضو من الاخبار اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا هي عقوبه الترجي بسبب المنشطات اللي اخدها اللاعب حسام دقدو. دلوقتي يا جماعه عشان ما يبقاش عندكم يعني احلام ان الترجي هيتم ايقافه او هيتخصم منه نقاط، مفيش الكلام ده خالص. وكل اللي بيقول الكلام ده بيهبد. وفي حالات مشابهه لحاله الترجي. اقصى حاجه ايه يا جماعه؟ اللاعب هيتوقف لاخر السنه والترجي يدفع غرامه، دي اقصى حاجه. لكن لا هيطلع من البطوله ولا يتم استبعاده ولا يتخصم منه نقاط، مفيش الكلام ده خالص. عشان ما تتمنوش حاجات مش هتحصل. هو ده اقصى حاجه. من الحاجات برضو النهارده اللي مهمه بالنسبه لنادي الزمالك، في مجموعه من اللاعبين تم استبعادهم من ماتش انبي يوم الاحد الجاي، زي شيكابالا، عبد الشافي، عمر جابر، عبد الله جمعه. كل دول خارج حسابات نادي الزمالك. منسي هيغيب بسبب تراكم الاصابات، تراكم البطاقات الصفراء. يعني منسي حالته البدنيه كويسه وفنيا كويس، يلعب مفيش مشكله، لكن هيتم تم استبعاده بسبب تراكم البطاقات. لكن شيكا وعبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعه في منهم بسبب اللي عنده نزله برد واللي فنيا مش جاهز للقاء وهكذا يعني. لكن اللعيبه دي مش هتبقى موجوده في ماتش انبي ان شاء الله يوم الاحد الجاي. من الحاجات برضو اللي لفتت انتباهي النهارده تصريحات الشناوي في جنوب افريقيا. هو بيقول ايه في جنوب افريقيا؟ بيقول حاجتين، وده بيحصل مع كل الانديه مش مع النادي الاهلي بس يا محمد الشناوي، ان في بعض الفرق بتلعب النادي الاهلي على ملاعب معينه غير الملاعب اللي بيلعبوا عليها، وبيلعبوهم في اوقات معينه لا تصلح للعب كره القدم. يعني هو يقصد ان هيلعب صن داونز الساعه 3 الظهر او 3 العصر، فده وقت يبقى الجو حر جامد فيه وكده. ما هو اي فريق بيلعبك يا عم الشناوي بيحاول يشوف نقطه ضعفك ايه وبيحاول يلعب عليها. انت ما بتلعبش في الظهر ابدا او العصر ابدا، او ما بتلعبش في الشمس، دايما بتلعب بعد الساعه 6، فهيلعبك في الساعه 3 عشان الشمس تضرب دماغك ما تبقاش مركز في الكوره. هو ده فكره كده، هو ده فكره كده. انت ما تقولوش بقى نقطه ضعفك، ما تقولوش ده ايه، ده الفرق بتعمل كذا، ما انت كده بتقول له ايه، ده انا نقطه ضعفي ان انا العب الساعه 3. ما هو هيلعبك كل الماتشات بعد كده الساعه 3. انا ما بحبش العب على الملاعب اللي هيلعبك في اسوأ ملاعب. شايف التصريحات دي ما كانتش وقتها، وبتبين نقطه ضعفك للمنافس وممكن يستغلها ضدك. اخر حاجه عايز اقولها، سيف فاروق جعفر، نجم الزمالك الكبير فاروق جعفر ملك النص. انا شايف ان هو لاعب واعد وعنده امكانيات ومهارات، يعني الزمالك يحتاجها الفتره الجايه، وهيبقى اسطوره من اساطير نادي الزمالك بشرط الالتزام في الملعب، في داخل الملعب وخارج الملعب. لازم سيف فاروق جعفر يكون ليه مدرب بدني متخصص، يحاول يعني يشتغل عليه بدنيا شويه، يبقى اقوى شويه، يقدر يلتحم شويه مع لعيبه نص الملعب او مع الهجوم.
سيف فاروق هيبقى اسطوره لو اشتغل على نفسه بدنيا واخلاقيا والتزاما داخل الملعب وخارج الملعب، واتمنى له كل خير. اتمنى كمان نادي الزمالك يجدد عقده الفتره الجايه، لان بعد ماتش ورا ماتش سعر سيف فاروق جعفر هيزيد، فمن دلوقتي نجدد عقده، لان فاضل في عقده تقريبا 6 شهور بس، فنشتغل من دلوقتي، لان عقده تقريبا يخلص شهر 6، 3 شهور كمان، فنشتغل من دلوقتي نجدد عقد سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه. وبالتوفيق للزمالك ان شاء الله.